كونراد ميشالاك روق الزمالك ترويقة القرن. ميدو لما ابراهيم عبد الجواد سأله عن ميشالاك، وان ميدو كان فيه كلام انه قايل خليه يشتكي على ما ياخد حكم يكون فات سنة، فميدو رد عليه وقال له الكلام ده مش حقيقي. المجلس الحالي والمسؤولين الحاليين مش هيكرروا اخطاء الماضي، وكلنا اتعلمنا من اللي حصل قبل كده، والموضوع بتاع ميشالاك ده بيدار باحترافية شديدة. وهنا على طول رنت في وداني ضحكة محمد ثروت الشهيرة اللي بتيجي بعد كاتمة دي، عارفينها؟ المهم خلوني احكي لكم بالتفصيل على مهموز ميشالاك اللي طلع احلى بكتير من مهموز الخطيب. في جناح ايفواري اسمه كاليب زادي سيري. الجناح ده بيلعب في نادي صربي اسمه فويفودينا. الزمالك كان هيموت ويجيبه لان جروس عايز جناح، ولانهم مش ضامنين زيزو، والاسطوره مقموص ومخلص كوره من زمان. المهم عشان يخلصوا مع زادي سيري كان لازم يشيلوا ميشالاك من القايمه، وعرضوا عليه قسط الفلوس ويمشي بالتراضي، لكن كونراد ميشالاك رفض تماما واتمسك بفلوسه كامله. فطبعا الاذكياء في نادي الزمالك واللي بيديروا الملف باحترافيه شديده تفتق ذهنهم عن فكره شيطانيه جهنميه لوزعيه، فقالوا خلاص خلي ميشالاك، وكده كده هنديله فلوسه على مدار السنه، ولما السنه تخلص نبقى نمشي ميشالاك ونجيب زادي سيري. وهي والله عليك ويا لعيب، بصوت سيء الذكر بلال الله اعلم. وعلى طول افتكرت تصريحات سيهات التنيسي وكيل كونراد ميشالاك لما قال سنعلم الزمالك كيف يحترم ميشالاك. وفعلا ما كدبوش خبر. والتاني يوم بعد غلق باب القيد، وبعد ما فوتوا على الزمالك فرصة انه يتعاقد مع زادي سيري، راح ميشالاك لعب الدنيئة مع الزمالك وأبلغهم بفسخ التعاقد من طرف واحد لعدم دفع المستحقات، وراح مقدم شكوى في الفيفا. وشكلها كده الزمالك هيدفع عقد اللاعب كامل، بالإضافة للتعويض عما لحق به من أضرار نفسية ورياضية، والقصة دي شكلها كده داخلة في حوالي 2.5 مليون دولار. وكلنا عارفين الفيفا ما يتوصاش، أول ما بيسمع اسم الزمالك بيروح لساعهم أقصى عقوبة من غير تفاهم. ودي آخرة الذكاء الفطري الزملكاوي. هي دي الإدارات ولا بلاش؟ يا ريتها كانت جابت بكر بط من اللي كانوا بيعوموا في حمام السباحة بتاع الأعضاء. قال لن نكرر أخطاء الماضي، قال اتلهي، ناس ما عندهاش دم.